الموقف اللي عمله اداريين نادي الزمالك وناشئين نادي الزمالك امبارح ان هم يخبوا الكور ويشيلوا الكور جوه الاكياس بتاعتها علشان يمنعوا اللعب وعلشان يوقفوا اللعب ويعطلوا اللعب وما يخلوش النادي الاهلي يعرف يهاجم، ده اقذر موقف ممكن تشوفه في عالم كرة القدم. اراهن اي حد فيكم يا جماعة انه يجيب لي موقف اقذر من الموقف ده. موقف قذر جدا، موقف بشع. عيب عيب يا جماعة، عيب. عيب لما تكون المفروض انت نادي كبير، المفروض ان انت نادي كبير وتعمل التصرفات الصبيانية دي. يا راجل ده احنا لو بنلعب في الشارع محدش هيعمل الكلام ده يا جماعه. لو بنلعب في الشارع مش هيخبوا الكور، مش هيجي صاحب الكوره يقول لك لا خلاص كده الفوره خلصت واخد الكوره ويمشي. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ عيب عليكم. اكبروا اكبروا، بلاش تصرفات العيال دي. على فكره التصرفات دي بتقلل منكم، التصرفات دي بتبين قد ايه انت قليل، ده انتوا قليلين قوي. والله العظيم يا جماعه اللي مودي نادي الزمالك في داهيه هم تصرفات ولاد نادي الزمالك. بيحسسوني ان النادي ده قليل قوي 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 قوي. والله العظيم يا جماعه انا شفت تعليقات كتير جدا من ناس كتير في دول عربيه اللي هو بيتريقوا على نادي الزمالك. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا خليتوا النادي بتاعكم مسخره يا جماعه. انتوا خايفين من النادي الاهلي يا جماعه؟ خايفين من النادي الاهلي للدرجه دي؟ انت مرعوب من النادي الاهلي؟ ما اصل التصرف ده ملوش غير معنى واحد، ان انت مرعوب من النادي الاهلي. ملهاش معنى تاني، انت مرعوب من النادي الاهلي. النادي الاهلي غايب عنه اكتر من 11 لاعب تقريبا، وغايب عنه فرقه كامله، وبرغم ذلك انت مرعوب منه. وفاضل دقيقتين والماتش يخلص ومرعوب منه، يعني انت فاضل دقيقتين وخلاص هتكسب ومرعوب منه برضه. للدرجات دي الرعب من النادي الاهلي؟ للدرجه دي ما عندكوش ثقه في فرقتكم؟ للدرجه دي ما عندوش ثقه في لاعيبتكم؟ للدرجه دي؟ قد ايه انت صغير بجد، قد ايه انت صغير، وقد ايه تصرفات وضيعه اللي انت بتعملها دي. وبينت حجمك الحقيقي اللي كل الدول العربيه شافته قدام عينيها في التلفزيون. كله بان قدام الدول العربيه ان انت حجمك قد كده، حجمك قد كده. السلام عليكم.